السلام عليكم. النهاردة بقى هنبدأ مع بعض خطوة مهمة جدا في مجال السايبر سيكيورتي، وهي اننا نفهم الاول النتوركينج، لان ببساطة مفيش سيكيورتي من غير شبكة. في الفيديو ده بقى هنبدأ نفهم الاساس اللي بيخلي الاجهزة كلها في العالم دي تتوصل ببعض. هنتكلم بقى عن اساسيات الشبكة، يعني ايه نتورك، وكمان انواعها، وكمان الهاردوير المستخدم. وبعد كده هنفهم كده شوية حاجات مهمة جدا. يلا بينا نبدأ كده. نسأل سؤال مهم: What is a computer network؟ النتورك هي نظام بيخلي كذا جهاز يتوصلوا ببعض. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عندي كذا كمبيوتر او موبايل، دول بقى بنسميهم هوستس. لما بنوصلهم مع بعض يقدروا يشاركوا حاجات بينهم. زي ايه؟ يشاركوا ملفات، يستخدموا نفس الانترنت، او حتى يتوصلوا مع بعض. فالتعريف بقى اللي قدامنا بيقول انها سيستم بتخلي الاجهزة اللي هي هوستس تقدر تشارك وتوصل للريسورسز. والريسورسز دي ممكن تكون انترنت، ملفات، اي حاجة الجهاز محتاجها. يعني النتورك دي اجهزة متوصلة وكمان مشاركة موارد. تعالوا كده ناخد مثال بسيط. احنا دلوقتي في البيت وعندنا واي فاي. الموبايل بتاعي واللابتوب بتاعي وكمان موبايل حد تاني كلهم متوصلين بنفس الشبكة. كده الأجهزة دي بقت نتورك. نقدر نعمل ايه بقى؟ نستخدم نفس الانترنت، نبعت ملفات لبعض، او حتى نطبع على نفس الطبعة لو موجود. يعني الشبكة هي اللي خلت الأجهزة دي تتوصل وتشارك الموارد مع بعض. زي الواي فاي البيت كده، كل الأجهزة اللي عليه بتبقى نتورك وبتشارك نفس الانترنت. دلوقتي فهمنا يعني ايه نتورك بشكل عام. تعالوا بقى نشوف الشبكة دي بتتكون من ايه بالظبط. يعني ايه الحاجات الأساسية اللي بتخلي الأجهزة دي تتواصل وتتكلم مع بعض؟ أول حاجة عندنا هي الهوستس، ودي ببساطة الأجهزة اللي موجودة على شبكة زي الكمبيوتر والموبايل واللابتوب، كل دي هوستس. وفي بقى نوعين منهم: سيرفرز، دي بقى الأجهزة اللي بتقدم خدمة زي سيرفر بيخزن ملفات أو موقع. كلاينتس، دي بقى الأجهزة اللي بتستخدم الخدمة. يعني مثلا وانت بتفتح موقع، انت الكلاينت والموقع نفسه شغال على سيرفر. تاني حاجة Network Interface Card، بنختصرها في NIC. طيب الجهاز ده بيتوصل بشبكة ازاي؟ هنا بقى بيجي دور ال NIC، ودي عبارة عن قطعة هاردوير موجودة جوه الجهاز، وهي المسؤولة انها توصل الجهاز ده بالشبكة. يعني من غير ال NIC الجهاز اصلا مش هيعرف يدخل على النتورك. تالت حاجة ال Physical Channels، ودي بقى ببساطة الوسيلة اللي البيانات بتمشي فيها. يعني ايه؟ يعني الكابلات او الوسيط اللي بينقل البيانات، زي مثلا كابل الانترنت اللي هو اليو تي بي، وده اللي بيشيل البيتس من جهاز لجهاز. بعد كده عندنا بقى رابع حاجة Central Devices، ودي بقى الأجهزة اللي بتنظم حركة البيانات في الشبكة، زي الراوتر أو السويتش اللي احنا هنتكلم عنهم بعدين. وظيفتها انها تستقبل الداتا وتحدد تروح فين بالظبط، يعني كأنها مدير مرور للشبكة. تعالوا كده نجمع كل الكلام ده في مثال واحد. تخيلوا معايا كده اننا في البيت، عندنا لابتوب وموبايل، دول اسمهم هوستس. اللابتوب ممكن يفتح موقع او ياخد ملفات، يبقى هو الكلاينت، والموقع او السيرفر اللي عليه الملف ده يبقى السيرفر. طيب اللاب ده اتوصل بشبكة ازاي؟ عن طريق ال NIC، الكارت اللي جوه الجهاز. والداتا بتمشي فين؟ بتمشي في الكابل او الواي فاي، وده اسمه physical channels. طب مين بقى اللي بينظم كل ده؟ الراوتر اللي عندنا في البيت، وده من السنترال ديفايسز. يعني باختصار كل ده أجهزة هوستس زائد وسيلة اتصال NIC، طريق تمشي فيه الداتا تشانل، جهاز بينظم الراوتر، كل ده بيساوي نتورك. بقى دلوقتي هنتكلم عن الفيزيكال شانلز، يعني الطريق اللي الداتا بتمشي فيه من جهاز لجهاز. في بقى نوعين أساسيين: وايرد سلكي ووايرلس لا سلكي. السلكي ده زي كابل الإنترنت أو الفايبر أوبتيك، والكابل ده ممكن يكون كوبر اللي بنسميه إلكتريك كيبل بينقل الكهرباء سيجنالز، والكوبر دي اللي هي النحاس يعني. واما بقى الفايبر اللي بينقل الضوء، وده اسرع بكتير. السرعه هنا بقى عاليه جدا والاتصال مستقر، ده في الوايرد. اما بقى في الوايرلس لاسلكي زي الواي فاي او البلوتوث، هنا مفيش اسلاك، الاشاره بتمشي في الهواء، السرعه اقل شويه مقارنه بالكيبل، بس مريح جدا لانه بدون اسلاك. فالوايرد ده كيبل واسرع واكتر استقرار، اما الوايرلس ده هواء مرن لكن ابطأ شويه. هنراجع بسرعه كده. خدنا ايه النهارده؟ اتكلمنا عن يعني ايه نتورك، وكمان قلنا انها مجموعه اجهزه متوصله ببعض وبتشارك موارد.
وبعد كده عرفنا مكونات الشبكة، الهوستس اللي هي الديفايسز زي مثلا الموبايلات أو اللاب، والان اي سي اللي بيوصل الجهاز بالشبكة، والفيزيكال تشانلز زي الكابلات والواي فاي، والسنترال ديفايسز زي مثلا الراوتر. وكمان فهمنا الفرق بين الوايرد والوايرلس. طيب ده هيفيدنا في ايه في السايبر سيكيورتي؟ عشان نقدر نحمي الشبكة لازم الاول نفهم هي شغالة ازاي، يعني نعرف الهجوم ممكن يحصل فين، على جهاز او على شبكة او على الداتا وهي ماشية. ده بقى اللي احنا هنبدأ نتعلمه ان شاء الله في الفيديوهات الجاية. كده نكون خلصنا فيديو النهاردة، اتمنى تكونوا استفدتم كتير، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.